الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Teruskan saf dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Pengumuman bentar ya. Nanti ketika saya menyampaikan sama Syekh, pesannya nggak boleh taswir, nggak boleh foto. Nggak boleh foto. Mungkin demikian. كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمام الشاكرين الذاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا إخوة، أولا نحمد الله جل وعلا أن أنعم علينا بنعمة الإسلام، فنعمة الإسلام نعمة عظيمة، أن هدانا الله للدين الحق، فغيرنا يعبد غير الله. ثم نحمد الله جل وعلا أن من علينا بنعمة العقل، فغيرك مجنون يا عبد الله. ثم نحمد الله جل وعلا أن أكرمنا بمجلس الذكر والعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تفضل. Alhamdulillah, setelah beliau mengucapkan puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengingatkan kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beberapa hal. Pertama, Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam, yang mana banyak dari umat manusia sekarang yang tidak mengenal Islam. Maka inilah merupakan nikmat yang terbesar, kita berada di dalam Islam. Maka senantiasa kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kemudian yang kedua, sedang jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita akal yang sehat. Dan berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala saat ini yang mereka tidak memiliki akal yang sehat ini. Maka bersyukurlah kita. Setelah mendapatkan nikmat Islam, kita mendapatkan nikmat akal yang sehat. Kemudian yang ketiga, sedang jamaah rahimakumullah, kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan berada di majelis zikir, di dalam majelis ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah yang sangat luar biasa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tidaklah suatu kaum duduk di salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan bagi mereka adalah ketenangan. Wa nahmadullah jalla wa ala an an'ama alaina bi ni'matil hayah hatta ballagana Ramadan. يا إخوة كثير من الناس مات قبل دخول رمضان، ونحن أكرمنا الله. كان معنا أحبة وإخوة في رمضان الماضي وهم الآن أموات ماتوا، فأكرمنا الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وفضله وعطائه وبلغنا رمضان، فهذه نعمة كبيرة. السلف يقول: اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا لرمضان وتسلم رمضان منا، فبلوغك رمضان نعمة كبيرة، فتحمد الله، تقول: اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا أن بلغتني رمضان. ثم تدعو الله جل وعلا أن يعينك على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنك يا عبد الله. فبلوغ رمضان نعمة، فاسأل الله أن يعينك. فكثير من الناس بلغه الله رمضان ولكنه غفل، ينام في رمضان، لا يصلي في رمضان،
يعصي الله عز وجل في رمضان، فأنت احمد الله أن بلغك رمضان، واسأل الله أن يعينك على الصيام والقيام في رمضان. اسأل الله، ادعو الله عز وجل يا أخي، لأن الموفق هو الله والمعين هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فاسأل الله أن يعينك ويوفقك. لا حول لنا ولا قوة. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وتدبيري، وألجأ إلى حولك وقوتك وتدبيرك. فيا إخوة، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر، ونسأل الله أن يعيننا على اغتنام هذا الشهر المبارك. Kemudian nikmat selanjutnya yang beliau sampaikan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hidup. Bukan hanya sekedar hidup sedang jamaah rahimakumullah, akan tetapi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat luar biasa dengan menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan ini adalah merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, merupakan nikmat yang besar. Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Yang mungkin sebahagian teman-teman kita yang kemarin mungkin kita duduk bareng, keluarga-keluarga kita, yang Ramadan yang lalu kita bisa masih bertemu dengan mereka, tetapi begitu menjelang Ramadan mereka pun duluan meninggalkan kita. Maka oleh sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, mari gunakan dan manfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan dengan disampaikannya kita pada bulan yang penuh dengan kemuliaan, itu bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, para ulama kita terdahulu sangat banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan di antara doa mereka adalah Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, antarkanlah kami hingga sampai pada bulan Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah amalan-amalan kami selama bulan Ramadan. Ini doa-doa yang mungkin terluput dari kita sedang jamaah rahimakumullah. Akan tetapi mulai hari ini, mulai malam ini, mari kita perbanyak untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita, memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan kita dari perkara-perkara yang sia-sia, apalagi itu perkara yang bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memiliki kemampuan apa-apa terhadap diri kita, maka Allah lah semuanya. Allah yang akan mengatur semua kehidupan kita, dan Allah yang akan bisa menolong kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan hari-harinya dengan berpuasa, dan menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, seperti yang akan kita lakukan insyaallah nanti setelah salat Isya ini. Maka Allah sebab itu sedang jamaah rahimakumullah, jangan pernah kita untuk bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana Ramadan ini bisa memiliki keberkahan yang lebih banyak, mendapatkan kemuliaan daripada bulan yang Allah berikan spesial bagi kita untuk saat ini. أيها الإخوة، رمضان فيه كنوز عظيمة. الكنز الأول مغفرة الذنوب. رمضان بحر يدخل فيه الصائم فيغفر الله ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجاء رمضان لتغفر ذنوبنا. يا من أخطأت، يا من أسأت، يا من أسرفت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جاء رمضان لتغفر ذنوبنا يا إخوة. ومن كنوز رمضان بعد مغفرة الذنب كنز عظيم، العتق من النار. قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء في رمضان وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. العتق من النار كنز كبير عظيم، النجاة من عذاب الله يا إخوة. إذا أعتقك الله في ليلة واحدة من ليالي رمضان فأنت فائز فوز عظيم. رمضان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: شهر تفتح فيه أبواب الجنة، شهر مبارك
تفتح فيه أبواب الجنة. أبواب الجنة 8 أعلاها الفردوس الأعلى، فيا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. تفتح أبواب الجنة 8 وتغلق أبواب النار. تفتح أبواب الجنة حقيقة يا إخوة، وكذلك أعمال الخير تكثر، صلاة، صيام، قيام، دعاء، إطعام، صدقة، تفطير صائمين، دعاء. وتغلق أبواب النار، وأبواب النار 7. دار الكفار تغلق أبواب النار، وتسلسل فيه مردة الجن والشياطين، وينادي فيه منادي من عند الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. يا أخي تفرح عند الفطر أن الله أتم عليك نعمة الصيام، وتفرح عندما تلقى الله يوم القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. باب في الجنة أعده الله للصوام، لأهل الصيام، باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة. يا إخوة الصبر. رمضان يربيك على الصبر، على مراقبة الله، على الإخلاص، الصبر على طاعة الله عز وجل. الدنيا ممر وليست مقر. فمن كنوز رمضان العتق من النار، من كنوز رمضان مغفرة الذنوب أيها الأحبة، من كنوز رمضان أنه باب من أبواب الجنة تفتح فيه أبواب الجنة. وفي الحديث الآخر: يزين الله جنته كل ليلة للصائمين. يقول: يوشك عبادي الصائمون أن يصيروا إليك يا جنتي. فيا إخوة أروا الله من أنفسكم خيرا، جاهدوا هذه النفس على الطاعة. أياما معدودات، لا يزيد عن 30 يوم، اضغط على نفسك فيها، صيام، قيام، دعاء، أصلح قلبك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما قال تجوعون، ما قال لعلكم تعطشون، لعلكم تتقون. رمضان يربينا على التقوى يا إخوة، مدرسة التقوى، فعل الأوامر وترك النواهي. وعلامة التقوى 4: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فأروا الله من أنفسكم خيرا وجاهدوا هذه النفس على طاعة الله. Nah, di dalam bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa banyaknya sidang jamaah rahimakumullah. Di antara keutamaan Ramadan adalah Ramadan merupakan waktu-waktu ataupun bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan bulan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memanggil hamba-hambanya dengan kalimat-kalimat yang lembut. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang mereka telah melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perbuatan-perbuatan tersebut mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian bosan dan berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa Allah ampuni sedang jamaah rahimakumullah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang telah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka merekalah orang-orang yang menang. Faqad faza fawzan azima. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yang benar, yang besar. Kemudian tidaklah dunia ini sedang jamaah rahimakumullah adalah waktu yang akan berlalu. Adapun akhirat kelak adalah kehidupan yang selama-lamanya. Dan kemudian di antara faedah dan keutamaan Ramadan adalah itqum minan nar, dibebaskannya seseorang dari api neraka. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya, la'allakum tattaqun, agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan ini sedang jamaah rahimakumullah, Allah akan membukakan pintu surga yang para ulama mengatakan pintu surga dibuka dengan hakikatnya.
Hakikatnya dibuka, bukan hanya sebagai kiasan saja, tetapi memang Allah Subhanahu wa taala membuka 8 pintu surga. Yang surga paling tinggi adalah Firdausul A'la, surga Firdaus. Yang Allah buka semuanya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang berpuasa dengan pintu khusus dari 8 pintu surga ini, Babur Rayyan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi setiap malam surga ini semakin indah, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu untuk orang-orang yang berpuasa. Untuk orang-orang yang berpuasa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sidang jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menutup pintu neraka, yang juga pintu neraka ini sidang jamaah rahimakumullah tidak ada satu orang pun di antara kita yang ingin memasukinya. Sehingga adanya motivasi pada diri kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini sedang jamaah rahimakumullah, yang Allah wajibkan hanya hitungan beberapa waktu saja, tidak lebih dari 30 hari. Ayyamam ma'dudat, tidak lebih dari 30 hari Ramadan ini. Maka hidupkan hari-harinya, hidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bersedekah dan lain sebagainya, yang merupakan amalan-amalan ibadah yang bisa menjadikan kita untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة، سمي رمضان قيل لشدة الحر والرمضاء فيه، وقيل لأنه يرمض البطن المعدة بالجوع، وقيل لأن الذنوب فيه تحرق. فهذه 3 أسباب اسم تسمية رمضان. وفرض رمضان في شهر شعبان من السنة 2 للهجرة. فرض رمضان بالإجماع في شهر شعبان في السنة 2 من الهجرة، في السنة 2 من الهجرة. وأيضا بالإجماع رمضان ركن من أركان الإسلام. ومشروعية رمضان بالقرآن والسنة والإجماع. وصيام رمضان يعني أحكام الصيام من شروطه وآدابه وأحكامه. ورمضان أيها الأحبة كما قلنا ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم عاقل، فالمجنون ليس له نية، وإنما الأعمال بالنيات، وبالغ، فالصغير يؤمر بالصيام من باب التدريب على الطاعة. إذن يجب صيام رمضان على كل مسلم عاقل بالغ. والبلوغ يعرف بعلامات للرجل 3 والمرأة 4. العلامة الأولى بلوغ 15 من سنه، بلوغ 15. والعلامة الثانية إنبات شعر العانة. والعلامة الثالثة خروج المني. والمرأة تزيد علامة 4 وهي خروج دم الحيض. إذن يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ. الشرط الرابع قادر، نعم مستطيع. فالكبير الذي لا يستطيع الصيام يطعم، والمريض الذي مرضه لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ قادر. وتزيد المرأة طبعا مقيم، لأن المسافر له أن يفطر، مقيما المسافر له أن يفطر. وتزيد المرأة شرطا 6 وهو خلوها من المانع الحيض والنفساء. خلوها من المانع الحيض والنفساء. ومن مسائل الصيام ترك الصيام جحدا لوجوبه، يقول ليس هناك صيام، هذا كفر بالإجماع. وترك الصيام إعراضا واستكبارا هذا كفر استكبار وإيباء.
وترك الصيام تكاسلا ذهب إسحاق بن راهوية ورواية عن الإمام أحمد وسعيد بن جبير إلى أنه كافر. وجمهور أهل العلم أن من ترك الصيام تكاسلا أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو الصحيح، ويخشى عليه من الكفر، ويخشى عليه من الكفر. هذا في حكم تارك الصيام. وذكر أهل العلم مسألة: إذا ترك يوما متعمدا فهل يقضي؟ قال أهل العلم: لا يقضي ولو صام الدهر كله. والقول الثاني: يقضي بدل اليوم شهرا. والقول الثالث: يقضي بدل اليوم 10 أيام. والقول الرابع: أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. إذن هذه بعض من أحكام الصيام. تفضل. Baik, selanjutnya adalah kenapa Ramadan ini dikatakan sebagai Ramadan. Ada beberapa pendapat para ulama menjelaskan tentang nama ini, penamaan daripada bulan Ramadan. Yang pertama dikatakan Ramadan adalah untuk membakar, sebagai untuk pembakar dosa, ya, tahrikul dzunub, untuk membakar dosa. Atau Ramadan yang pertama adalah syiddatul har, betapa panasnya, ya, karena saking panasnya. Ini juga memang terkadang kalau dah Ramadan sudah mulai panas nih. Cuaca terik. Apakah itu karena disebut Ramadan sehingga cuaca juga mengikuti definisinya, atau memang definisi mengikuti suasananya? Yang jelas Ramadan adalah setiap kali Ramadan memiliki cuaca yang sangat panas. Kemudian terjauhnya lambung kita dari makanan alias lapar. Ramadan itu lapar. Kalau ada Ramadan kekenyangan dicurigai. Kalau ada Ramadan kekenyangan dicurigai. Yang jadi yang ketiga, yang tadi adalah dibakarnya dosa-dosa pada bulan Ramadan. Ini kalau kita lihat memang motivasinya. Dimana kita banyaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhnya kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendapatkan di bulan Ramadan juga adalah merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata beliau, awal Ramadan ini adalah diwajibkan pada bulan Sya'ban. Diwajibkan pada bulan Sya'ban. Dan Ramadan adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam yang wajib untuk dikerjakan. Kemudian beliau menyebutkan tentang beberapa syarat, ya, orang-orang yang wajib untuk melaksanakan Ramadan, puasa pada bulan Ramadan ini. Ya, ada 4 syarat umum, yaitu muslim, akil, baligh, qadir. Seorang muslim maka tidak sah puasa orang kafir. Orang yang berakal sehat, karena dalam berpuasa ini dibutuhkan niat, sementara orang gila tidak bisa membedakan niatnya, maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian baligh. Baligh ini artinya ya sudah sampai cukup umur. Kalau laki-laki ya kita sudah tahu sama-sama, dan perempuan juga ini tidak mungkin kita tidak perlu lagi dijelaskan, terincikan lagi ya. Semua kita sudah sama, pahamlah apa itu baligh untuk laki-laki dan apa itu baligh untuk perempuan. Kemudian qadir, memiliki kemampuan, mampu untuk berpuasa, tidak yang sakit atau juga dia mukim, tidak sedang dalam perjalanan jauh. Nah, bagi yang wanita ini ada al-khulu minal mawani'. Ya, dia terbebas dari yang menghalang-halanginya seperti haid dan nifas. Kalau laki-laki nggak ada. Walaupun sekarang ada suamiku melahirkan anakku ya. Sekarang tapi itu tidak berlaku dalam Islam. Nah, kemudian bagaimana hukum orang-orang yang meninggalkan puasa? Kalau hukum meninggalkan puasa karena mengingkari wajibnya puasa, maka ini sudah ijma para ulama, nggak diragukan lagi. Bahwasanya mereka orang-orang kafir. Mana ada puasa itu wajib? Itu kan cuma buat kita lapar aja itu. Adapun orang-orang yang menolak puasa karena sombong, maka ini juga kafir mutakabbir. Jadi mereka kafir kesombongan. Kemudian kalau mereka bermalas-malasan, nah ini para ulama mengatakan mereka murtakibul kabair. Ya, mereka pelaku dosa-dosa besar,
tetapi mereka tidak sampai jatuh kepada kafir. Nah, ini sidang jamaah rahimakumullah sangat penting untuk kita fahami. Memang bukan kita, tetapi ada saudara-saudara kita yang perlu kita berikan penjelasan tentang seperti ini, agar jangan mereka jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka betul-betul mendapatkan kesempatan Ramadan yang mulia ini, mendapatkan kemuliaan. Karena orang yang Allah berikan kesempatan untuk menemui Ramadan, berarti Allah inginkan bagi mereka kemuliaan. طيب، بقي أيها الإخوة أن نعرف أن من أهم العبادات في رمضان عبادتين. العبادة الأولى قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر عظم لأن القرآن أنزل فيه، وليلة القدر عظمت لأن القرآن أنزل فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء لأن القرآن أنزل عليه، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة لأن القرآن أنزل عليها. إذن هذا شهر القرآن. قال الزهري: إنما رمضان إطعام الطعام وقراءة القرآن. إنما رمضان تلاوة القرآن وإطعام الطعام، تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فاحرص على قراءة القرآن. جاء رمضان ليربطك بكتاب الله عز وجل. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرنا قراءته والعمل به والتدبر والتداوي به والتحاكم إليه. إذن القرآن هذا يرفع وينفع ويدفع ويشفع. القرآن هذا حياة للقلوب ونور وهداية وبيان وموعظة. إذن رمضان جاء ليقوي صلتنا بكتاب الله عز وجل. فانتبه من هجر القرآن، انتبه أن تهجر كتاب الله جل وعلا. اختم في كل يوم، اختم في كل يومين، في كل 3، في كل 5، في كل 7، اختم في كل 10، اختم في رمضان 2 3 4 7. ما تستطيع أن تختم، نعم، اجعل لك ختمات كثيرة في رمضان، الحسنة ب10 أمثالها، وختمة القرآن 3,200,000 حسنة، 3,200,000 حسنة. كم ستختم مرات؟ واجعل لك ختمة واحدة للتدبر والتأمل، قراءة بتدبر وتأمل، ختمة واحدة. أما الختمات الكثيرة أكثر يا أخي، وأقبل على كتاب الله عز وجل. ورمضان أيضا ركز في إطعام الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن إطعام الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم مؤمن على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمن على ظمأ سقاه الله من شراب الجنة، من كسى مؤمن من عري كساه الله من لباس الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر. إذا ركز على عبادتين: القرآن وإطعام الطعام. وأيضا أختم، ركز على الدعاء. آخر آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. يا عبد الله، رمضان شهر الدعاء، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. أروا الله من أنفسكم خيرا يا إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم شيء على الله الدعاء، أكرم شيء على الله الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فلا بد أن تدعو الله عز وجل بقلب مقبل مخلص. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Kemudian yang terakhir adalah tentang ibadah yang paling penting selama bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan dengan Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah agungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena diturunkannya Al-Quran kepada beliau.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan memuliakan umat ini karena Al-Qur'an diturunkan kepada kita. Maka sedang jamaah rahimakumullah, Al-Qur'an merupakan sesuatu yang sangat agung di sisi Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita menjadi umat yang terbaik. Nabi kita nabi penghulu para nabi karena disebabkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan Imam Az-Zuhri mengatakan Ramadan ini adalah innama ramadhanu it'amut ta'am wa tilawatil Qur'an. Sesungguhnya Ramadan ini adalah seolah-olah Ramadan ini hanya sekedar untuk memberi makan orang fakir miskin dan untuk membaca Al-Quran saja. Maka kita lihat para ulama-ulama kita terdahulu, bagaimana motivasi mereka untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa dalam sehari bisa khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, silakan lakukan. Perbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan bahwasanya adanya dari umat ini yang akan memboikot Al-Qur'anul Karim dengan tidak membacanya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Maka ini termasuk orang-orang yang memboikot Al-Qur'anul Karim. Maka oleh sebab itu sidang jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita agar kita melaksanakan amalan-amalan ini dengan ikhlas. Tilawah dengan ikhlas, memberi makan dengan ikhlas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan orang fakir miskin yang membutuhkan adalah semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dan di mana kita ketika memberi makan kita tidak membutuhkan balasan dari mereka. Kalimat syukur mereka pun tidak kita butuhkan. Kalau kita masih memberi orang lain dengan harapan mereka berterima kasih dengan kita, berarti sifat ikhlas belum ada. Keikhlasan kita belum ada. Kalau seandainya kita masih mengharapkan balasan, kalau saya kasih nanti ini bubur, besok mereka mau ngasih apa sama saya? Kalau saya ingin ngasih ikan, apakah besok dia ngasih saya daging? Kalau masih ada harapan seperti ini, berarti mereka belum ikhlas. Maka perlu kita untuk mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sidang jamaah rahimakumullah adalah di akhir daripada ayat-ayat Ramadan ini Allah menutup dengan yang namanya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau seandainya hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka katakanlah bahasa aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka niscaya aku akan senantiasa mengistijabahkan, menjawab, mengabulkan doa-doa orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan akramu syai' 'alallahi ad-du'a. Sesuatu yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Karena banyak orang yang pelit dengan doa. Sangat pelit. Dalam berdoa pun mereka pelit. Hanya menggunakan domir inni, saya. Nggak mau pakai inna. Allahumma inni as'aluka. Karena apalagi kalau ada orang membaca doa, Rabbana atina atau Rabbighfirli wali walidayya, kita aminkan juga. Kita sekitar mengaminkan doa untuk dia dan orang tuanya. Ini juga termasuk orang yang pelit. Maka jangan pelit sedang jamaah rahimakumullah. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini juga merupakan senjata mukmin, senjata orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semuanya, kita hanya bisa meminta. Kalau kita meminta saja terkadang ada yang tidak diberikan oleh Allah. Allah ganti dengan lain. Bagaimana kalau kita tidak meminta? Dan Allah senantiasa mengabulkan dan menistijabahkan doa-doa orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas untuk senantiasa beribadah kepadanya selama bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan ala syekhana Syekh Abu Salman, Mudir Ma'had Khadim Haramain fi Banda Aceh. Beliau Direktur Lipia Banda Aceh, gurunya Ustaz Fajar. Teruskan saf dan rapatkan.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Teruskan saf dan obatkan.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Luruskan saf dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابها وابل فتركه صلى. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. Luruskan saf dan rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Teruskan safnya, rapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.